هذه هي التهم اللي غادي يتحاكموا بها 19 ديال السنغاليين وجزائري اللي شاركوا في الاعمال ديال الشغف في الفينال ديال لاكان في المغرب. فبلا شك ما غاديش نحتاج انني نعاود لكم لا ديتاي لانكم شفتوها كامله، من انهم نقزوا للتيران، هرسوا التجهيزات الرياضيه من شاشات الكترونيه لي بارير واي حاجه كانت قدامهم، كيشيروا باي حاجه قدامهم للتيران وعلى لي ستاديا اللي ما داروا حتى شي حاجه من غير انهم كينظموا الولوج والخروج من التيران. هذا الشيء تحت الانظار ديال العالم. بطبيعه الحال ما كاينش سيبه في البلاد، السلطات قدرت انها تدخل وسيطرت على الوضع بالزربه، قدرت انها تشد 19 ديال السنغاليين وجزائري اللي تورطوا في هذه الاحداث. وبطبيعه الحال تحالوا على النيابه العامه في المحكمه الابتدائيه في الرباط، ووكيل الملك قرر انه يتابعهم في حاله اعتقال. واليوم الخميس اللي كيتصور فيه هذا الفيديو غادي تكون عندهم اول جلسه، والتهم اللي موجهه لهم هي المشاركه في العنف الرياضي، اقتحام ارضيه الملعب بالقوه، تخريب تجهيزات رياضيه، الاعتداء على رجال الامن، رمي مواد خطيره تسببت في اضرار للناس وللممتلكات. هادشي بالنسبه للسنغاليين. اما بالنسبه للجزائري عنده نفس التهم بالاضافه لتهمه وحده اللي هي رمي مواد سائله تسببت في الاذى للغير. في نظركم شنو هي العقوبات اللي غادي ياخذوها السنغاليين والجزائري؟